يا أهلا وسهلا ومرحبا بعد هالغيبة الطويلة. إن شاء الله إن شاء الله مش ما طولتش عليكم، طولت عليكم برشا. المفيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله عودة ميمونة بقدرة ربي، وإن شاء الله بالوصفات الباهية اللي تفيدكم إن شاء الله بإذن الله وعلى بركة الله. اليوم باش نعملوا رز بالشعيرية، الرز بالشعيرية على طريقة لمسات حنان. هوني كما تراو حطيت الحميتيت قبل، فوحته بالزعتر وقصيت له راس بصل وفوحته شوية كركم وزيت وملح خليته يطيب على روحه. وهنا حطيت كما شفتوا في اول الفيديو حطيت شوية زبدة وشوية زيت زيتونة، وحطيت شللته الرز ديما نشلله قبل ما نحطه نغسله بالماء يعني، وحطيت قليته شويه وحطيته شويه شعريه. انا ما نحبش نحرقها الشعريه، نحب يقعد لونها كيما لون الرز فاتح، معناها ما نحبهمش غامقين. هوني كيما تراو خليتهم يتقلوا شويه، ومن بعد صبيت عليهم الصوص نتاع اللحم هذاك، وعندي ماء يغلي زاد كيف زدت مرقت به الرز والشعريه باش يطيبوا مقدار ما فوق الروز هكاك سنتي ونص، وتغطيه لين يولي هكاك كعبه، كل كعبه وحدها. وكيما تراو هنا الروز متاعنا مصلي على النبي الفاوح، فوحناه بشويه قرفه وشويه رند هاك الروز، فهمتوا؟ كتشوفوا فيه في طبق التقديم. نودكم وما